في الفيديو ده هقول لكم حبة نصايح علشان تزود ثقتكم بنفسكم وبشكلكم. تابعوا معايا لحد آخر الفيديو. أنا سما وده سما ستوك. في الغالب قلة ثقتنا بنفسنا بتكون جاية من الطفولة، بتبقى مثلا جاية من تنمر في المدرسة، بتبقى بقى من مقارنات في العيلة، أو تعليقات سخيفة مثلا من الأهل وهكذا. فالحاجات دي بتكون موجودة معانا من واحنا أطفال، فصعب جدا أو مش صعب، بتبقى محتاجة مجهود علشان نحاول إن إحنا نلعب على حتّة إن إحنا نزوّد ثقتنا في نفسنا وثقتنا في جسمنا، وإن بيبقى مثلًا حد قال لِك حاجة مثلًا في جسمِك، أو قال لِك صفة فيكِ، أو قال لِك أي حاجة عنِّك، نحاول إن إحنا نشيل الأفكار دي عشان هي بتفضل موجودة لحد ما بنكبر. يعني عقلِك بيسمعها كتير من ناس حواليكِ، فأنتِ بتتقبّليها، فبتفضل موجودة على طول عندِك. فإحنا هنحاول نشتغل على الحاجات دي، هنشتغل إن إحنا نغيّر طريقة تفكيرنا، نغيّر طريقة تفكيرنا في الأفكار السلبية اللي إحنا بنجيبها من نفسنا أو اللي بتيجي لنا، زي مثلًا أنا مش حلوة، أنا مش جميلة، أنا أنا فاشلة، أنا مش موهوبة، أنا فلانة أحسن منّي، فلانة أشطر منّي، أنا قاعدة ما باعملش حاجة، أيًا كان، أيًا كان الأفكار السلبية اللي بتيجي لِك أو أنتِ بتقوليها لنفسِك، إحنا هنلعب على إن إحنا نتخلّص من الأفكار السلبية دي. طيب، هنتخلّص من الأفكار السلبية دي بقى إزاي؟ هنتخلّص منها عن طريق حاجتين، يا إما إن أنتِ تقعدي تكتبيها على ورقة وتخرّجي كل الأفكار الوحشة اللي في عقلِك وتخرّجيها على ورقة عشان ترتاحي وعلشان تخرج، فتبقى باينة إن هي مثلًا بيقول لِك الحاجة لمّا بتكتبيها، أو مثلًا لو مشكلة مثلًا أنتِ كتبتيها على ورقة هتتحط في مكانها المضبوط، يعني هي لو المشكلة قد كده من وجهة نظرِك وكتبتيها هتبان قد كده، فإحنا هنكتبها علشان تهدي كده وتشوفي الموضوع بشكله الطبيعي. تاني حاجة إن أنتِ تقولي الحاجة دي اللي مضايقاكِ، الأفكار الوحشة دي لحد من صحابِك قريبين، أو حد من منطقة الأمان بتاعتِك، أختِك مثلًا، مامتِك، أي حد شايفة إن هو فعلًا سرِّك زي ما بيقولوا. من الأفكار السلبية عايزين نتعلم إن إحنا نتكلم مع نفسنا كويس، يعني النهارده مثلًا أنا بابُص في المراية لابسة مثلًا طقم أهو جميل حلو زي الفل، كل الناس شايفاني حلوة، أنا بقى قبل ما أنزل بقى مثلًا الشغل والّا التمرين والّا أي حاجة، لأ شكلي مش حلو، شكلي بابُص كده لأ، إيه المنظر ده، اللي مش عارفة إيه. اتعلمي إزاي تتكلمي مع نفسِك وتبُصّي لنفسِك في المراية بإقبال، لأ أنا النهارده شكلي حلو، أنا بُكرة النهارده هيبقى يوم حلو، أنا النهارده هاعمل في التمرين حلو، النهارده هابقى شاطرة جدًا في الكورس الفلاني، هابقى النهارده لأ أنا مش هاضيّعه النهارده، النهارده مش هيبقى زي امبارح. شجّعي نفسِك كده، ما تقعديش تحبطي من نفسِك تقولي شكلي وِحِش، شكلي مش حلو، شكلي مش عارفة إيه، لأ، فما تتعامليش مع نفسِك وِحِش. تالت حاجة، كل الأفكار اللي بتيجي لِك وِحشة عن نفسِك، سواء بقى من دايرة صحابِك، وده حاجة وحشة جدًا إن حد من دايرة صحابِك بيقول لِك كلام وِحِش ويحبّط منِّك، المفروض تمسحيهم بس لو بتتعاملي معاهم، لو حد من أهلِك قريبين أو بُعاد، لو حد ماشي في الشارع، لو أي حد بيقول لِك كلام وِحِش عن نفسِك، بُصّي اسمعي من هنا وطلّعي من هنا على طول، اسمعي وطلّعي. ده لو حد فعلًا أنتِ حاسة إن هو بيقول أي كلام، وإن هو بقى عايز يسخّف عليكِ وعايز يرخّم عليكِ، وبغرض إن هو بقى إيه، اللي هو مش عارفة دي أنتِ مش عارفة إيه كده، اللي هو بيرخّم عليكِ، من الآخر بيرخّم عليكِ، يعني عايز يستفزِّك، عايز يلعب على أعصابِك كده، كلامه مش في محله يعني، وبرضه رأيه مش هيفيد، يعني أنت لو قُلت لي حلوة والّا مش حلوة مش هتفرق معايا. لو أنتِ حاسة إن الأفكار دي جاية لِك من دايرتِك القريبة، من صحابِك اللي فعلًا حاسة إن هُم رأيهم مهم بالنسبة لِك، أهلِك اللي فعلًا بيقولوا لِك يعني فعلًا هَمّهم مصلحتِك أو عايزين يطوّروكِ يطوّروكِ دي، يعني عايزين يحسّنوا منِّك، عايزين يشوفوكِ دايمًا في أحسن شكل وفي أحسن صورة، فساعتها هناخد بعين الاعتبار الكلام اللي بيقولوه،
بس برضه لو كان الكلام ده قاسي، نحاول ما ناخدوش أوي على أعصابنا وناخده أوي إن هو كده، لأ ناخده بعين الاعتبار، يعني نركّز فيه. النصيحة اللي بعد حبّبي نَفْسِك فيكِ، يعني إيه أحبّب نَفْسي فيّا؟ يعني دلوقتي لمّا مثلًا تتعرّفي على حد جديد يعني في الأول كده بتقولي ده والله مميزاته كذا، ده شاطر أوي في مش عارفة إيه، ده بجد موهوب جدًا، ده بُصّي أنجح حد أو تحفة، 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 هتشوفيه يعني بُصّي إن هو ما فيش فيه عيب ولا فيه أي حاجة. في نفس الوقت الشخص اللي أنتِ بتحبيه مش هتشوفي فيه أي عيوب، هتبلعي له الزلط زي ما بيقولوا. يعني لو مميزاته كان في كَفّة كده للمميزات وفي كَفّة للعيوب، كَفّة المميزات هي اللي هتغلب على العيوب. فاعملي كده مع نفسِك، يعني دلوقتي حُطّي ليستة للمميزات اللي أنتِ شايفاها في نفسِك، اللي هو والله أنا مجتهدة، أنا أنا باذاكر أوي، أنا باشتغل على نفسي، أنا كذا، أنا كذا، لأ أنا شكلي مثلًا لمّا باهتم بنفسي باطلع شكلي حلو. الحاجات دي ركّزي فيها، يعني حتى لو المميزات ميزتين، إحنا نلعب على الميزتين دول، وبعد كده تكتشفي إن هُم بيزيدوا معاكِ. أو هو إن أنتِ تسألي حد قريب منِّك وتسأليه يعني إيه الحاجة اللي بتميزني عن غيري؟ طب إيه الحاجة مثلًا اللي أو الحاجة اللي أنتِ بتحبيها في شكلي شايفاني إن أنا فيها حلوة أو إن أنا إيه أكتر حاجة مثلًا بتحبيها في شكلي؟ الأسئلة دي اسأليها لحد قريب منِّك جدًا، هتكتشفي إن لأ في حاجات والله يعني حلوة فيّا، أنا دايمًا مركّزة على العيوب بس، مركّزة على الحاجات الوحشة بس، فمش واخدة بالي من الحاجات التانية الحلوة. وافتكري إن حُب نَفْسِك ده قرارِك، أنتِ اللي بتختاري إن أنتِ عايزة تحبّي نَفْسِك، وعايزة تشتغلي أكتر على ثقتِك بنَفْسِك، وإن أنتِ تحبّي شكلِك وتتقبّليه، وإنِّك تكرهيه وإن أنتِ تبقي دايمًا ناقمة منّه وشايفة الوِحِش فيكِ. فافتكري إن رحلة إن أنتِ تدوّري على الحاجة اللي أنتِ بتحبّيها، والحاجة اللي أنتِ بتحبّيها في نَفْسِك، ده قرارِك أنتِ. أنتِ اللي بتدوّري عليها وأنتِ المسؤولة عنها. ماشي، إحنا ممكن ناخد مثلًا إن ضعف ثقتنا بنفسنا أو إن إحنا ما بنحبش شكلنا من مسؤولية آبائنا يعني زي ما بيقولوا، من مسؤولية آبائنا، بس إحنا مسؤوليتنا إن إحنا نصلّح ده، إن إحنا نكتشف نفسنا أكتر وإن إحنا نصلّح الضعف ده فينا. وآخر حاجة افتكري إن ربنا خلقنا كلنا متساويين، وإن خلقنا كلنا في أحسن شكل وفي أحسن لون. وافتكري دايمًا إن ربنا خلقنا حتى كمان مختلفين ومميزين، مش هتلاقي حد نفس الشكل ونفس الإسطمبة ونفس الملامح ونفس الصفات، علشان كده ربنا خلقنا مختلفين، علشان يبقى في اختلاف حلو. افتكري إن اللي شايفِك وِحِش ده شايفِك بعينه هو، بمعايير جماله هو. افتكري إن كل واحد عنده معايير جمال مختلفة، وكُلّه بيشوفِك بعينه هو، فما تاخديش معايير جماله وعينيه إن هي حاجة مُثبتة وإن هي حاجة أكيدة وأنا هامشي بيها. وافتكري دايمًا إن كُلّنا حلوين زي ما إحنا، وادعي دايمًا بالدعاء اللي هو اللهم حسِّن في خُلُقي كما حسنت في خلقي، ويا رب اجعلنا دايمًا معروفين أكتر بأخلاقنا مش بجمالنا، اللي هو أصلًا حاجة بتروح وحاجة بتزول. وأشوفكم في فيديوهات جديدة.